الدولة راوح مكانك، ومن لا يتقدم يتأخر. الحكم اللبناني عم يخدنا على موت بطيء. الحوار مع حزب الله، ما هذا الحوار طرح من 20 سنة. الحوار مع حزب الله وين وصل؟ نحن بحاجة لحكم يكون بشير الجميل أو ربما على يمين بشير الجميل. عنا حكم الياس سركيس أو ربما على يسار الياس سركيس. مشاهدي قناة البديل، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار. أستضيف به الدكتور هشام أبو نصيف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمونت. أهلا وسهلا دكتور هشام. أهلا فيك أستاذ عصام. لبنان على وقع الزلازل الدائمة في المنطقة. هالمرة ما أصابوا الزلزال مباشرة، لكن عم يتلقى نتائج، بالتأكيد نتائج سياسية واقتصادية وسط عقم بعملية فكرة بسط سلطة الدولة. لا هي عم تتراجع لوراء ولكن مش عم تقدم لقدام. كيف تقرأ المشهد وتداعياته على الوضع اللبناني؟ أقرأ أنه في مجددا معركة منا معركتنا، تم زجنا فيها. أنت حضرتك قلته صحيح أنه بالمواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل نحن ما تورطنا بشكل مباشر، بس نحن يعني تورطنا بحرب الإسناد، ودمر الجنوب مجددا ودمر اقتصادنا مجددا، لا بسبب حرب كان ممكن نتجنبها ولكن تم زجنا فيها. وتاليا كل اللي عم يصير أستاذ أسعد بالحقيقة منه جديد. نحن مأساتنا من 100 سنة لهلأ، من وقت ما بلش يعني من وقت لبنان الكبير عمليا. جمال عبد الناصر بده يعمل مشكل مع الفرنسيين والإنجليز، أنت بدك تتدخل. الفلسطينيين بدهم يعملوا حرب انطلاقا من أراضيك، أنت بدك تقبل. الشقيقة سوريا يلي هي منا شقيقة طبعا بدها يعني ما تفوت بعملية السلام، أنت كمان مضطر تضل برا. إيران عندها يعني مشروع امبراطوري، أنت بدك تورط فيه إكسترا. وتاليا يعني على هول المأساة يلي عم نعيشها، هي منا جديدة، هي تأتي يعني باستمرارية 100 سنة من تاريخنا المعاصر. إنه كل ما في مغامرة إقليمية نحن نزاج فيها. هالمرة لسوء الحظ ما كانت استثناء. وعلى كل حال وقت يقول لك نعيم قاسم لسنا على الحياد، طب شو يعني ربما تكون هي هدنة نحن يلي عشناه. نحن ما دخلنا مباشرة بالحرب يلي صارت حرب 12 يوم، ولكن نحن ما دخلنا لأنه already كان صار لنا سنة. ما هي معنا جديد الحرب، صار لنا سنتين نبلش. فنحن إذا بدك تجربنا فقط آخر 12 يوم منها، وإلا صار لنا سنتين دخلنا فيها بخلاف إرادتنا مع النتيجة اللي بتعرفها. في مشهد آخر على لسان المسؤولين الإيرانيين، وزير الخارجية يقول إيران ليست لبنان، بتقييمه لموضوع أنه إذا استمرت الطلعات فوق سماء إيران سيختلف رد إيران عن استمرار الطلعات والاغتيالات منذ وقفة النار بلبنان إلى اليوم. إيران ليست لبنان. ربما يكون صادق الرجل، عبر تماما عن هذا الموضوع، ولكن هذا ألا يمكن أن يحرك شيء في بيئة حزب الله لكي تقول نحن ماذا نفعل، إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أظن، بدليل أنه راحوا تظاهروا قدام السفارة الإيرانية لحتى يحتفلوا بنصر منه موجود. وتالي لا أظن أنه يعني التعويل، أنا يعني من العالم يلي ما عم بيعولوا على تغيير لا ببيئة حزب الله ولا حتى بالبيئة الشيعية بشكل مباشر. أنا ما كتير بنحكي بالموضوع، بس لنرجع على سؤالك، أنه هذه طريقة يعني احتقار بالتعاطي مع لبنان. وإذا بدك وعي امبراطوري، ما هي الامبراطورية بتكون تعتبر هي المركز والباقي أدوات وأطراف. فشو عم بقول لك إنه أوكي، إنه أنتوا فيكم تقتلوا اللبنانيين وفيكم تقتلوا الشيعة اللبنانيين، هيدا بتقطع، ولكن إيران ليست لبنان. يعني إذا بتتعدوا علينا هيدا ما بتقطع. يعني حياة الإيراني حياة، وحياة اللبناني ليست حياة، ومصلحة إيران مصلحة ومصلحة لبنان ليست مصلحة. هذا تكرارا وعي امبراطوري، والوعي الامبراطوري يعني احدى خصائصه احتقار المستعمرات إذا صح التعبير، ومنها المستعمرة أو الأداة اللبنانية. هيدا نقطة تانية. ولكن هذه الامبراطورية التي تتعاطى باحتقار يعني كمان ما كتير بحالة تقول نحن منا لبنان كأنه هن سجلوا نصر يعني تاريخي. بدنا نذكروا لوزير الخارجية أنه أهم جنرالات بالجيش وبالحرس الثوري قتلوا، أهم علماء قتلوا. إسرائيل عندها سيطرة جوية كاملة على الأراضي الإيرانية. الاغتيالات بعد ما توقفت على فكرة. الموساد يتحرك
بإيران بسهولة واضحة، وتاليا هيدا الهوبرة يعني ما صارت مفضوحة. يعني هيدا موضوع. لست متفائلا بأنه يحصل تغيير جذري أو عميق بتوجهات البيئة الشيعية أو بيئة حزب الله اللي هي الأغلبية بالبيئة الشيعية؟ لماذا؟ لأنه صار في قبل هزيمة كبرى منيت بها البيئة الشيعية بحرب 2006 يلي سميت خطأ يعني انتصار إلهي، لكن انتصار عنك أن يكون انتصار إلهي. الجنوب بوقتها زوج بمحرق، وقتل أكثر من 1000 من اللبنانيين، وخسرنا مئات ملايين ربما أكثر من $1 مليار وقتها. ويعني لو بده يصير في إعادة نظر كان لازم يصير في إعادة نظر وقتها. ما صارت بوقتها ولا أعتقد أنه رح تصير هلأ. الطوائف اللبنانية تنظر إلى أحزابها كأداة يعني دفاع عن الذات، وأيضا بالحالة الشيعية مع حزب الله أداة هجوم والسيطرة على النظام والسيطرة على البلد. حزب الله هو وسيلة غالبية الشيعة لحكم لبنان، وتاليا ما رح يتخلوا عن هذه الأداة أيا كان الثمن. هلأ ربما موازين القوى الإقليمية والدولية تفرض مثلا نزع سلاح حزب الله، تفرض إضعاف حزب الله، هيدا بصير غير موضوع. هيدا بصير إضعاف لحزب الله غصبا عن البيئة الشيعية، مش بسبب يعني تغيرات عميقة بالبيئة الشيعية. وأنا أعتقد قراءة جدا خاطئة ومتفائلة أكثر من اللزوم الافتراض أنه في تغيير كبير قادم على هذه البيئة. لا أظن، بدليل على فكرة يعني نتيجة الانتخابات مثلا البلدية يلي صارت معي ما شفنا أنه في حتى بوادر أو براعم تغيير ما بينت. وبشكل عام أستاذ أسعد أنا أعتقد يعني الأفكار والتأملات والحسابات كله جيد يعني لا بأس، ولكن آخر شيء النتائج العملية على الأرض هي الفيصل، هي التي تحكم. النتائج بالانتخابات البلدية لا تشير إلى أنه في تغيير كبير قادم بالبيئة الشيعية. قبل النتائج بالانتخابات النيابية اللي صارت قبل أيضا تؤكد هذا الشيء. وتاليا برأيي هيدا وهم تصور أنه في زلزال سياسي آتي على البيئة الشيعية، لا أظن. طبعا لذلك رئيس الجمهورية نعم. رئيس الحكومة اللي مختلفة إلى حد ما عن الحكومات السابقة، هل هؤلاء كلهم رايحين على اصطدام بهذا الواقع وسيفشلون؟ لأنه واقع صلب، متمسكين بالسلاح لحزب الله، متمسكين بنوع من هذا يعني التراص أو العصبوي ما هيك، والدولة في لبنان مش عم بتقدم ومش عم تجرؤ تتقدم. هل رايحين يصطدموا هن بهذا الواقع؟ إذا بدك فيهم ما يصطدموا بهذا الواقع، هن كل شيء عم يجربوا يعملوه ما يصطدموا بهذا الواقع، ولكن النتيجة هي مثل ما ذكرت حضرتك أنه الدولة راوح مكانك ومن لا يتقدم يتأخر. وتاليا هو السؤال إذا بدك مش هل رح يصطدموا ولا لا، السؤال يمكن لازم يكون أستاذ أسعد هل ينبغي أن يصطدموا؟ والجواب هو قطعا نعم. إذا كان ثمن عدم الاصطدام بهذا الواقع أنه نضل عايشين بعد سنة وسنتين و5 سنين و6 سنين وأكثر ربما بظل حكم الميليشيا وبظل يعني دولة داخل الدولة اللي هي بالضرورة دولة ضد الدولة. أي دولة داخل الدولة هي بالضرورة دولة ضد الدولة وفوق الدولة. إذا كان يعني ثمن عدم الاصطدام بهذا الواقع هو القبول بالستاتيكو، هذا ستاتيكو موت بطيء. الحكم اللبناني عم يخدنا على موت بطيء يعني أو أبعد من إدارة أزمة، موت بطيء أكثر. هيدي ما إدارة أزمة، يعني كيف عم يديروا هذه الأزمة؟ هذا استسلام للأزمة. عندما يطرح الحكم شعار الحوار مع حزب الله، ما هذا الحوار طرح من 20 سنة الحوار مع حزب الله، وين وصل شعار الحوار؟ عندما يطرح الحكم اللبناني شعار الاستراتيجية الدفاعية، ما هذا بالحقيقة حزب الله طارح شعار كان الاستراتيجية الدفاعية. هو شو مفهومه الاستراتيجية الدفاعية حزب الله؟ بضل الوضع مثل ما هو أو يتم إعطاء حزب الله أو ميليشيا حزب الله نوع من صيغة رسمية، نوع من حرس يعني حشد شعبي، يعني إنه مثل الصيغة العراقية هيدا اللي بده إياه يعني. وتاليا تفادي الاصطدام مع هذا الوضع يلي عم بيتم تصويره على أنه حكمة وبعد نظر وعم بدوروا الزوايا هو قد يكون يعني أقرب للقول يعني إنه لا، هذه قلة شجاعة ويعني غياب القدرة على الحسم بعز الحاجة إلى الحسم. بدل شغل أستاذ أسعد، نحن بحاجة لحكم يكون بشير الجميل أو ربما على يمين بشير الجميل. عنا حكم
الياس ساركيس أو ربما على يسار الياس ساركيس. وطبعا هذه ليست إهانة للرئيس الراحل الياس ساركيس اللي هو كان رجل وطني جدا 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 ورجل نزيه ورجل خدم الدولة بقدر ما تمكن بالظروف. ولكن اللي عم جرب أقوله أنه بدك رجل يحسم، بدك رجال القرارات الصعبة. وتقديري كل شيء عم بيصير من كذا شهر لهلا يوحي انه الحكم يتفادى القرارات الصعبة، ما بعرف ينتظر ماذا، ولكن بالوقت يلي عم بيقطع هذا وقت ضائع، خوف نضل مصلوبين لأنه البلد معلق على الصليب حاليا، وخوف أنه هذا الوضع الذي لا يطاق يستمر بعد لسنة وسنتين وثلاثة، وإذا ما تحرك الحكم وإذا ما كان في فعلا رجال دولة قادرين أنه ياخدوا قرارات صعبة ممكن هذا الوضع يستمر. هل تتوقع أنه الضغط الأمريكي أو الطلب الأمريكي اللي ترجم عبر زيارة توماس باراك إلى لبنان قد يؤدي إلى وضع مهلي لا عودة عنها، أنه في مجلس الوزراء في هذه الحكومة تفضلوا حطوا خطة للم السلاح بسط سلطة الدولة وبدون هذه الأنصاف الحلول؟ هل هذا الضغط سيترجم الآن بالمدى القريب؟ يعني ما في شك أنه المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية عم يعطوا لبنان فرصة محددة، يعني مش أنه فرصة مفتوحة، ومهلة زمنية واضحة لنزع سلاح حزب الله، هيدا أكيد. ولكن انه اخر شيء اذا انت تجاهلت هذا الطلب، لانه هذا الطلب منه جديد وتجاهله منه جديد ايضا، اذا تابع الحكم اللبناني تجاهل هذا الطلب، نحن واصلين لوين؟ واصلين لسيناريو من اثنين واثنيناتهم كارثيه. اما تجديد الحرب والمواجهه بين اسرائيل وحزب الله، والنتائج لن تكون مختلفة عن النتائج الماضية، يعني مزيد من التدمير بالجنوب، مزيد من قتل المدنيين، مزيد من الانهيار على المستوى الداخلي، على المستوى الاقتصادي، مزيد من الفرص الضائعة اكسترا. هيدا السيناريو. أو سيناريو آخر بدي أفترض نظريا إسرائيل قررت أنه نحن ضربنا حزب الله بما يكفي، تخلصنا من السلاح الثقيل، وتالي نحن منا حتى لو تجاهلت الحكومة المطالب نحن منا مضطرين نتحرك. نظريا شو بتكون نتيجة؟ بضل حزب الله مسلح كما هو مسلح، طبعا سلاحه موجه للداخل، ومنضل نحن يعني عايشين بدولة داخل الدولة كما ذكرت، بضل نحن يعني ينظر إلينا أنه هذه دولة فاشلة، مش مضطرين نساعدها، مش مضطرين يعني نوقف حدها، وبضل الوضع اهتراء، بضل حالة التحلل أو الاهتراء. وتاليا لأختصر أستاذ أسعد، إذا الحكم اللبناني يعني ما تصرف بمنطق رجال الدولة وما أخذ قرارات ما بقى فيها تتأخر، وخصوصا موضوع نزع سلاح حزب الله، وطبعا نزع سلاح الزمر المسلحة الفلسطينية بالمخيمات، إذا ما كان عنده هذا النوع من الشجاعة نحن واصلين ل يعني حل من حلين أو كارثة من كارثتين، حرب جديدة مع إسرائيل أو استمرار الستاتيكو والتحلل. طيب انطلاقا من يعني نقدك العميق لتجربة لبنان الكبير 1920 رح يعني وصلها لهذه النقطة بالذات. وقول لو افترضنا نظريا، هذا سؤال افتراضي، أن الحكم الدولي في لبنان، رئيس الجمهورية، رئيس عون، رئيس الحكومة، توصلوا إلى نزع هذا السلاح، هل هذا يمثل نهاية الأزمات في لبنان؟ طيب نحن عم نحكي صرنا عن شيء أعمق بكثير، عن هويات بتركيبة وحدة مش قادرة تبني نظام مستقر. حتى بعد يعني الأمال الكبار أو الأهداف التي نضعها سيخلق فيما بعد أنابل أو يعني ألغام بوجه هذه التركيبة. هل عندك دكتور هشام رسالة توجهها إلى النخب، إلى المسؤولين، إلى بأن يضعوا إصبعهم على جرح معين ويقولوا تعالوا نبحث بهذه الصيغة بهذا النظام؟ إيه طبعا، يعني هو أستاذ أسعد أيا يكن موقف النقد من سلاح حزب الله ومن حزب الله ككل، مش بس من سلاحه، لابد من الاعتراف أنه مثلا وقت صارت الحرب اللبنانية بال75 ما كان في حزب الله، ب58 ما صار في حزب الله، عندما فرض علينا اتفاقية القاهرة ب69 مثلا ما كان في حزب الله. وبالتالي لا، أنا مش من القائلين أنه نزعوا سلاح حزب الله ولبنان بصير سويسرا، لا، لابد يعني في أزمة نظام عميقة بلبنان. لبنان عنده مشكلتين يعني بنيويتين إذا صح التعبير. أولا لبنان كل ما يصير في مشكل إقليمي
بحكم الهويات العابرة للحدود بلبنان يتم زج لبنان بهذا المشكل الإقليمي. يعني إيران بدها تتحدى الغرب وإسرائيل، نحن لازم نكون إلى جانب إيران. الفلسطينيين بدوا يتحدوا إسرائيل، نفس الشيء. عبد الناصر بده يتحدى الغرب، أنت مطلوب منك أنه هل أنا الأوان الآن وتاليا لهذا البحث؟ أكيد. هيدا مش أنا الأوان الآن، هيدا أنا الأوان من 50 سنة يعني. وتاليا هذا الموضوع شو حله بالحياد يعني وتاليا هيدا موضوع أساسي لحل وجه من وجوه مشاكلنا العديدة. هلا الموضوع الآخر أزمة العلاقة بين الطوائف. صح. وإذا بدك لعبة الديموغرافيا، كيف تتحرك، أنه بتضل حاسس حالك أنت أقلية أو صرت أقلية أكتر، أو إذا صرت أنت أغلبية بتصير بدك تحول هذا الموضوع لآلة للهيمنة. هذا الموضوع كيف بتحله بلبنان أو بأي منطقة من العالم؟ بتحله بالطلاق مع النظام المركزي والدخول بنوع من يعني تجربة أو إذا بدك تركيبة فيدرالية. وتاليا هون جوهر الأزمة اللبنانية. نحن بحاجة لحياد، معنا حياد، نحن بحاجة لفيدرالية، عايشين بنظام مركزي. إذا ما وصلنا لحل لهذه المواضيع ما رح نوصل لحل يعني جذري للمسألة اللبنانية، وبيضل وضعنا كما هو وضعنا دائما، يعني نوع من هدنة، أما حرب أما هدنة بين حربين. ولكن كل هذا لا يلغي أنه أنت فرق مثلا ما تناقش مسألة النظام وقاعد على طاولة الجميع غير مسلح وعم بيتناقش بهدوء أنه نحن كلبنانيين شو بيخدم مصلحة بلدنا وشو لازم ينعمل. يعني هذا سيناريو وهذا جو نفسي معين، أو مختلف، أو أنت في حدا مسلح وحدا مش مسلح، وحدا عم يعمل اغتيالات وحدا ضحية الاغتيالات، وحدا يعني عم بيحول البلد متريس لإيران وحدا مش قبلين. هيدا بيكون يعني جو أيضا مختلف لمناقشة أزمة النظام. وتالي نحن وقتنا عم نشدد على موضوع حزب الله وموضوع السلاح، مش لأنه يعني نحن عم نقول أنه هذا المشكل الوحيد وإذا حليناه بنكون صرنا سويسرا إطلاقا، ولكن المشاكل الأعمق، المشاكل الجوهرية بعد أكثر من موضوع سلاح حزب الله. فيك تقربها إذا بدك جو معين بالبلد أو بجو آخر. نحن طبعا الأفضل نقربها بجو في ارتياح نسبي بين اللبنانيين، وهذا الارتياح النسبي بين اللبنانيين شرطه الأول، شرطه الشارط نزع السلاح. سؤالي من شقين. الأول أنه هذا التوجه إلى طلب تغيير النظام باتجاه الفيدرالية وطلب بأغلبيته مسيحية، نعم، مع بعض الأصوات من المسلمين، ولكن نعم، قليل جدا، سنة وشيعة أو دروز كمان. في اتجاه بنقدر نتجرأ ونقول في اتجاه عام عند الطائفة الدرزية لهذا الموضوع. هذا هل سيؤدي إلى أن يتحول المسيحيين إلى أقلية معزولة تطالب بشيء لا يمكن تطبيقه، إلى أقلية تتم استنزافها ديموغرافيا؟ هل تخشى الآن على الحضور المسيحي ديموغرافيا وجديا؟ وأخيرا بهذه النقطة، الكنيسة، النخب المسيحية، ماذا تفعل؟ يعني خليني أقول لك أنه الوقت ليس لمصلحة المكون المسيحي بلبنان. المكون المسيحي سوسيولوجيا أستاذ أسعد هو طبقة وسطى كبيرة. طبقة الوسطى تنشد الاستقرار، تنشد الرخاء، تنشد الترقي الاجتماعي ascension social، وهي بيكون يعني عندها الوسائل العلمية لا توصل يعني إذا بدك لحل، إما من خلال الوطن المكان يلي هي عايشة فيه، أو إذا المكان يلي هي عايشة فيه ما قدم لها يلي هي بدها قادرة تفل لمكان آخر، وهذا يلي عم بصير. وتاليا كل سنة بتقطع، كل عقد بيقطع، ونحن علقانين بالأزمة الحالية. بالتأكيد ديموغرافيا الاستنزاف مستمر يعني للجميع، ولكن بشكل أساسي للمكون المسيحي اللي عنده ميل للهجرة يعني شوي ربما أكثر من سواه، واللي عنده قدرة على الهجرة أيضا. وتاليا أخشى على يعني مستقبل وجود المسيحي بلبنان طبعا. بأي مرحلة بالسنوات، بعشرات السنوات المقبلة؟ يعني بالتأكيد أنه أنت بآخر لنقول من الحرب اللبنانية لهلا بآخر 50 سنة أنت استنزفت بنسبة ربما 50% أو أكثر. أنت ما عندك 50% تانيين تقعد مصيف يعني مثل ما بيقولوا وأنه علا وعسى. ما عندك بقى هذه لعبة الوقت منا لمصلحتك. وتأكيدا لكلامي أنه طيب ما الوجود المسيحي بسوريا قدامنا شو صار فيه، قد بقي منه؟ يعني أنا يلي عم بقري أنه فقط يعني بأقل من 15 سنة، يعني من وقت ما بلشت الحرب الأهلية السورية ثلثي مسيحية سوريا فلوا راحوا. يعني الوجود المسيحي بالعراق أيضا يعني واضح. وتاليا ما هيدا الموضوع عم بصير قدامك، أنت بدك تاخد عبرة. الكنيسة
لماذا مستقيلة من هذا الدعوة اللي أنت عم توجهها؟ يعني هو بالتأكيد هي مستقيلة، ولكن هذا السؤال يوجه للكنيسة. أنا لا أزعم، ما في أتكلم باسم الكنيسة، ولكن ربما أستاذ أسعد في ميل، يعني هي مؤسسة كونسيرفاتريس محافظة، تخشى الجديد، تخشى الأفكار الجديدة، تتمسك يعني تجد يعني سهولة أكثر بإعادة تكرار يلي هي معود عليه، إنه لبنان الكبير ورسالة لبنان الكبير، لبنان رسالة حرية. دائما بتسميون رومانتيقيون لأنه أثبتوا أستاذ أسعد إنه هذا انفصال عن الواقع. يعني ما بقى يعني بالحقيقة كلمة لبنان رسالة حرية أنا ما بعرف شو يعني، وقريت كل التفاسير انه شو رسل البابا يوحنا من البدايه وتعممت بشكل وكأنها اصبحت نشيد وطني. البابا بدنا نذكر يعني وانا كاثوليكي يعني انا ماروني يعني كاثوليكي. البابا معصوم بقضايا لها علاقه بالايمان الديني، بقضايا العقيده الدينيه. البابا معصوم عن بالمواضيع السياسيه البابا فيه يعطي رايه يعني، ولكن هذا راي يعني يحتمل الصواب. لا يلزمك هذا. لا طبعا لا يلزمني يعني، ولا يلزم احد. بل تناقضه. اكيد لبنان ليس رساله حريه، لبنان دوله فاشله، ولبنان الكبير خطأ تاريخي. هلا تورطنا فيه، بدك تشوف يعني كيف يعني هذا الخطأ التاريخي والورطة. بالليل انت اذا عم تعمل مراجعة فكرية نعم بالليل او بالنهار، ولكن يعني تأمل سياسي، تلوم البطرك حويك كتير، بتلومه. مش بس انا بلومه، النتائج بتلومه. يعني النتائج توسيع لبنان بطريقة غير مدروسة بالحقيقة هي بتلومه. يعني انت بالنتيجة أساس أسعد حيلا مشروع معين، شو الطريقة للحكم عليه؟ بدك تشوف الهدف منه شو كان، وهل هذا الهدف تحقق. يعني هالقد الأمور بسيطة. طيب الهدف كان من خلق يعني كيان لبناني ما، شو هو الهدف؟ هو بكل بساطة يعني تدرك الكنيسة ويدرك المسيحيون عموما عن حق إنه هن بظل حكم الإسلام، يعني هن بالمجتمعات يلي غالبيتها من المسلمين هن مواطنين من فئة تانية، هن ذميين كما هم ذميون اليوم بمصر، حيث يضطر المسيحي أن يعيش بظل دستور. بناء على الدستور يعني، ما هو حيث يضطر المسيحي أن يعيش بناء على دستور يقول أنه الإسلام هو دين الدولة والشريعة مصدر التشريع. بمجرد ما الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر تشريع يعني المسيحي دوفاكتو مواطن من الفئة الثانية. اليوم يلي عم نشوفه بسوريا أنه الرئيس السوري والتلفزيون السوري مش قادر يستعمل كلمة شهيد لوصف الشهداء يلي سقطوا بالتفجير الإرهابي الأخير. ماكسيموم بقول لك ضحايا. ليش؟ طبعا لو كانوا مسلمين بقول لك هؤلاء شهداء. وتالي هذا تمييز بين مواطن من فئة أولى ومواطن من فئة تانية. وبكل المجتمعات حيث المسلمين هن غالبية والآخرين لا سيما المسيحيين هن أقلية، الآخرون هم مواطنون من الفئة الثانية. وتاليا يعني القول أنه نحن ما بدنا نعيش ذميين وبدنا كيان يسمح لنا نكون متساويين مع الآخرين ونبقى فيه ونستقر فيه ونعيش حياة كريمة فيه يلي هي الإيديولوجيا اللبنانية، هذا مشروع جيد. ولكن طب هذا المشروع الجيد أنت كان فيك تحافظ على الحدود كما كانت قائمة، كان فيك توسعها بطريقة مختلفة، أو كان فيك تعمل لبنان الكبير الحالي. وتاليا نحن عن الحدود الإمارة عم بحكي عن حدود متصرفية أو توسيعها بطريقة مختلفة. مثلا ربما كانت فيك تزيد عليها البقاع فقط، أو ربما فيك تروح على صيغة 10,452. أنت قررت أنه تروح على صيغة 10,452. عم برجع على سؤالك أنه كيف تحكم؟ تحكم على النتيجة. طب بعد 100 سنة على هذا الخيار كان في قصر نظر؟ أكيد كان في قصر نظر، أكيد بالتأكيد. وأيضا على فكرة كان في اعتداء على الآخرين، لأنه هؤلاء الآخرون لا يريد، ما كان بدهم يعني أنه من مؤتمر وادي الحجير لا مؤتمرات الساحل ما كان بدهم. أنت فوتت على لبنان عالم بالأساس ما كان بدهم هذا المشروع يلي هو يعني خطأ بالنسبة لي. يعني لبنان الكبير هو ورطة تاريخية، هي ورطة تاريخية بدليل الوضع اللي نحن عايشين فيه. ما ليش عمل لك ورطة تاريخية؟ يعني مثلا وقت تجي إيران حاليا بدها تتصلبط على القرار الوطني اللبناني، طب ليش نحن مش قادرين نفك شر إيران عنا؟ ليس فقط لأنه هي دولة قوية، هي بالنتيجة لأنه في فئة قبلانة. وتاليا معركتك عن قناعة يعني طبعا وتاليا معركتك مع إيران بتصير معركة مع هذه الفئة. وبدل ما تكون الوضع يعني معركة تحرر مع الهيمنة الإيرانية بتصير حرب داخلية بينك وبين الشيعة يلي هن مفهومهم للسيادة غير مفهومك أنت للسيادة. طبعا فيما مضى
انه الفلسطينيين بده يحرروا فلسطين انطلاقا من لبنان وبدهم حريه العمل الفدائي. بعد ما تكون انت معركتك معهم كلبناني بمواجهه فلسطيني، وهذا المعركه لو كانت هيك لبناني بمواجهه فلسطيني كنا حسمناها عسكريا ب10 ايام يعني. صارت معركتك انت مع المكون بوقتها او مع المكونات يلي لا تعتبر انه بحق لهم الفلسطينيين انه يخوضوا حرب مع إسرائيل انطلاقا من لبنان، وهي اللي بيعتبروا أيضا أنه قوة الفلسطينيين بوقتها هي قوة لهم بمواجهة الآخر. فتت أنت بحرب أهلية. طيب هيدا ما بكون ورطة؟ يعني أنت ولا مرة حدا تصلبت عليك ولا مرة حدا تصلبت على لبنان بآخر 100 سنة إلا ما لاقى مكون لبناني قبلان 100% لبل هو يعني ماشي قدامه. طيب انه بتيجي بتقول انت يعني هذا الواقع المأساوي، انه هل يمكن استاذ اسعد بالله عليك يعني هل يمكن انك تغطيه باطلاق شعارات سخيفه من نوع انه لا هذا رساله حريه وهذا لا اطلاقا، لا رساله حريه ولا رساله من اي نوع. هي اذا ولا بد تكون رساله انه اذا بدك تعمل دوله حتى لو كانت هذه الدوله اصغر ولكن ما تفوت عليها عناصر ما بدهم اياها. وعلى فكره يعني هيدا الموضوع مش بس موجود بلبنان، يعني مثلا ازمه العراق وازمه الاكراد بالعراق. يا اخي الاكراد ما كان بدهم يكونوا جزء من العراق، أدخلت الأكراد غصبا عنهم بالمشروع العراقي. شو كانت النتيجة؟ 100 سنة من الحرب عمليا بين الدولة العراقية اللي مسيطر عليها العنصر العربي والعنصر الكردي اللي حقه أنه ما يكون عايش بدولة ما بتشبهه وما بده يكون مواطن من فئة تانية. وتاليا بالاختصار لا أختصر، نعم لبنان الكبير ورطة تماما كما بناء سوريا بالحدود يلي بنيت فيها سوريا ورطة تماما كما بناء العراق ورطة. هلأ هذه الورطة نحن موجودين فينا نعمل الورطة بعد أكبر من خلال الأنظمة المركزية يلي هي لا تعدو أن تكون مشروع يسيطر من خلاله مكون على المكونات الأخرى ومنعلق بحروب أهلية لا تنتهي. أو ربما آن الأوان أنه نعترف أنه نحن بلبنان وبسوريا وبالعراق وبدول أخرى بالعالم العربي مكونات حكمة مركزيا أدى إلى حروب أهلية لا تنتهي. صار وقت نعيد نظر بهذه الفورمول لحكم هذه الدول. الوقت لا ينتهي. في الدقائق الأخيرة قبل ما أنتقل إلى قراءة نتائج الحرب بين إسرائيل وإيران، هيك سؤال: هل أنت تحضر مع مجموعة من هؤلاء المؤمنين بهذا المشروع أنه تشاركوا باستحقاق انتخابات نيابية ليصير في نواب إذا حصل نجاح ويعبروا عن هذا المشروع بالمجلس النيابي اللبناني؟ يعني هو اوريدي في نواب متبنين هذا مش عم بيكونوا متبنين مش على صوت عالي يعني. سواء اذا كنا عم نحكي عن نائب كامل شمعون او اذا عم نحكي عن نائب البعريني، هذا يعني بعتقد واضحين كتير يعني على طبعا يعني الفدرالية باقية وتتمدد يعني البعريني بينطبق عليه فجأنكم مو لأنه وتاليا وليد البعريني من عكار ويشكو من الحرمان. طبعا أن تكون عكار أموال عكار لعكار. طبعا هو بالحقيقة السؤال ليش ما لازم يكون ليش في نائب من عكار عم بيطالب بالفدرالية. هو السؤال يجب أن يكون كيف يمكن أن يكون هناك نائب من عكار ولا يطالب أو من طرابلس أو من بعلبك الهرمل مثلا أو من الجنوب ولا يطالب بالفدرالية. وتالي أنا بعتقد أستاذ أسعد طالما طرحت حضرتك هذا الموضوع، الفدراليين يلي عملوه بآخر سنين نجحوا بأنه في مشروع كان مشيطن وتابو ونجحوا بكسر التابو، نجحوا بفرضه على النقاش الداخل اللبناني وهذا ليس تفصيل، نجحوا إذا بدك إنه صار في نواب غير مسيحيين عم بيطالبوا فيه وهذا أيضا يحسب لهم. هلا طبعا هذا مسار طويل، أنا ما عندي وهم إنه بكرة على بكرة رح نوصل للفدرالية أو بكرة على بكرة رح تنحل الأمور، ولكن كنا إذا بتشوف وين كنا قبل 3 سنين عندما كان هذا الموضوع إذا بدك تحكي فيه بدك تخبى وراء الحيط يعني لحتى تحكي فيه. وين صرنا هلا؟ لا في مجاهرة، يعني في تقدم بهذا الموضوع وهو مسار رح نكفي فيه. دكتور هشام بدقيقتين لأنه الوقت نحن معنا، على أمل أن نجري تقييما كبيرا للحرب بحلقة مخصصة شاملة. تقييمك هيك باختصار لنتائج هذه الحرب؟ نتائج الحرب مع إيران. نعم. أولا يعني في أكثر من مستوى للتحليل أستاذ أسعد. المستوى العسكري المحض هزيمة كبيرة لإيران، لأنه تبين أنه الدفاعات الجوية الإيرانية ضربت، السيطرة الجوية يلي إسرائيل عندها إياها بإيران يعني كاملة أو شبه كاملة، هذا منه تفصيل.
قدرة الموساد على التحرك بإيران يعني خرافية. وربما الأهم من هذا كله أنه ما في شيء يعني إيران لم تتمكن من ضرب إسرائيل كما إسرائيل تمكنت من ضرب إيران. هلأ جماعة مومنة رح يفاجئون هذا الموضوع باعتبار لا أنه أطلقوا صواريخ. طيب ولكن هذه الصواريخ أوكي يعني فيك تقصف عشوائيا، وهذا صواريخ على فكرة لم تتمكن من إصابة أي هدف دقيق. إني قصفوا صواريخ تم يعني ضرب 90% منها قبل ما يعني تصطدم بإسرائيل، 10% منها يعني وصلت لإسرائيل عملت أضرار. ولكن هذا لا يقارن يعني ما في ولا جنرال إسرائيلي كبير قتل كما قتلوا الجنرالات بإيران، ما في ولا عالم نووي إسرائيلي قتل كما قتلوا العلماء بإيران. الدفاعات الجوية الإسرائيلية بخير يعني بخلاف الوضع بإيران. وتاليا القصف العشوائي يلي تعرضت له إسرائيل لا يقارن يعني منه 5% من الضربات الموضوعية الموجعة يلي تلقتها إيران. وتاليا على المستوى العسكري هذه هزيمة كبرى وكبرى جدا تعرضت لإيران. والمضحك المبكي إنه هن عم يحتفلوا بالنصر علما إنه هن كان معيارهم للنصر بحسب ما هن وعدوا جمهورهم في إزالة إسرائيل من الوجود. طلع إنه النصر إنه أطلقنا كم صاروخ ومن هالكم صاروخ يعني في كم واحد وصلوا على إسرائيل. هذا هرب. وبالتالي على المستوى العسكري هن تعرضوا لهزيمة كبيرة جدا. على المستوى الإيديولوجي أنت ما فيك تكون عايش 40 سنة عم تتاجر بخبرية إزالة إسرائيل من الوجود وأنه أوهن من بيت العنكبوت وتجي يعني يكون إداءك المزري هو ما هو عليه، وترجع بعدين الإيديولوجيا تبعك تطلع من هذه المعمعة صاغ سليم. تماما كما الإيديولوجيا القومية العربية أو الوحدوية العربية أصيبت بنكسة بال67. الإيديولوجيا اهتزت، الإيديولوجيا الإسلاموية تبع النظام الإيراني اهتزت اهتزاز كبير جدا جدا. هلا على المستوى ايضا فاذا حكينا على المستوى العسكري، على المستوى الايديولوجي، على المستوى الدبلوماسي تبين انه ايران يعني بساعه الشده تبين انها معزوله. يعني ما بهم انه الصين تطلع بيان انه تدين ما يجري، هذا حكي يعني في استياء ايراني من الصين ومن روسيا طبعا. يعني تبين انه عمليا ايران معزوله دوليا وما حدا مستعد انه يعمل معركه مع الغرب ومع الولايات المتحده الامريكيه تحديدا كرمال ايران. وهذا ايضا نكسه دبلوماسيه. هلا وين هن الشغله الوحيده اللي بيعتبروا انه انتصروا فيها؟ انه النظام لم يسقط. هذه مثل خبريه 67. رجعنا على موضوع اذا بدك منطق البعث بال67 تعرض لهزيمه عسكريه خرافيه، مئات القتلى بالجيش السوري، خسر الجولان، نكسه طويله عريضه، هزيمه مش نكسه بس طلع انه انتصروا لانه النظام لم يسقط. يعني النظام الايراني عم يعمل نفس الشيء، ولو بالحقيقه عم يعمل أسوأ استاذ اسعد، لانه على الاقل بوقتها يعني ناصر والبعث، يعني ناصر مثلا عمل خطابه الشهير يلي قال خسرنا. هلا سمى الهزيمه سماها نكسه تخففا يعني، ولكن على الاقل اعترف انه خسر. أقر. الخامنئي معه لا يقر يعني، الخامنئي لا بالعكس هلا عم بيقول لك انه يعني اسرائيل كادت ان تسحق وربحانين الشباب يعني. هلا الربح بصداب الضاحيه اكبر بكثير من صداب طهران يعني. ما هي يعني استاذ اسعد بالنتيجه يعني لا نستطيع ان نفهم ما يحصل فقط اذا بدك على المستوى السياسي، بدك تطلع اعمق على المستوى الثقافي، على المستوى الذهني، على المستوى العقلي. انه انت يعني طب شو هالعقل هيدا يلي يصاب بخساره مثل الخساره يلي مني فيها بعدين بيطلع بيحتفل بالانتصار؟ يعني قد ايه في، اذا عن جد مصدقين انه منتصرين، قد ايه في طلاق مع الواقع، قد ايه في غسيل دماغ، قد ايه في بروباغندا صار لها 40 50 سنه يعني قضت على القدره على التمييز بين الحقيقي وغير الحقيقي. على فكره استاذ اسعد اذا بتقلي شو خصيصه الأنظمة الفاشية، شو الديفينيسيون تبعها؟ يعني في نقطتين. أولا التركيز الدائم على التضحية والتضحية والتضحية يعني، وهذا الشيء بنشوفه بالمحور
القائم حاليا، وانه القتل لنا عاده وفدا يعني القيادات وفدا القضيه اكسترا. يعني كانه اذا انت قلت بصير تحسسوك اذا انت قلت لا يا اخي انا انسان بحق لي بدي اعيش، بدي انبسط بحياتي، بدي اولادي ما يموتوا، كانه انت يعني عم تعمل خيانه عظمى وانت متخاذل يعني. وهذه الخصيصه الفاشيه موجوده بالعمق بالمحور الإيراني والتوابعه من ميلي. وفي نقطة أخرى كمان أساسية بالفاشية، هي بروباغندا تضرب قدرة الناس على التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي والوهم. وتاليا وقت أنت مثلا تروح لحرب مثل حرب 2006 وتطلع بعدين أنت عملت مش بس حيالله نصر إلهي، كارثة. وقت أنت تفوت بالمحرقة يلي دخلت فيها حاليا تطلع بعدين انت عم تحتفل قدام السفاره الايرانيه بالانتصار، كارثه. يعني في عندك بيئه تعرضت لغسيل دماغ من 40-50 سنه، واخشى انه على افتراض غسيل دماغ توقف بكره على بكره، وهذا ربما ما لا يكون، يعني بدها 40-50 سنه تانيين بس لحتى ترجع تصح. وتاليا هون بالعوده لموضوع النظام، اذا كان هذا مزبوط، يعني اذا مزبوط انه غسيل دماغ قوي لدرجة أنه بعد بدك أنه مستمر منذ عقود وممكن يستمر بعد لعقود أخرى، طب المكونات الأخرى حقا تسأل طب أنا شو ذنبي بالموضوع؟ والخيارات يلي هذا المكون عم ياخدها ليش أنا بتحمل نتيجتها؟ علما أنه طالما بقينا بالنظام المركزي، إذا في مكون تعرض لغسيل دماغ وعم ياخد خيارات معينة وفقا لهذا الغسيل الدماغ، النتائج ما بتكون فقط هو بيتحملوها الآخرين. بعتقد بحق لهم الآخرون أن يقولوا كفى، وهذا ما نقوله وما هذا ما يحق لنا أن نقوله من شان مستقبل أولادنا بهذا البلد، وأنه نقول أنه بدنا أولادنا يبقوا بهذا البلد، ولكن يبقوا بظروف يعني كريمة ومستقرة وفيها استقرار، مش منا جريمة عظمى ومنا خطيئة ينبغي أن نعتذر عنها. أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمونت دكتور هشام أبو نصيف، كل الشكر شكرا لهذا الحوار، لهذه الإحاطة. طبعا بالتأكيد نتمنى أن نكون سوية في حوارات أخرى لمواكبة الأوضاع في المنطقة وفي لبنان. كل الشكر. شكرا أستاذ عصام.